210 750 ألف جنيه شاملة الفطار والعشاء في منتجع جميل جدا في القطب الشمالي، عشان تقضي ليلة في القطب الشمالي شاملة الفطار والعشاء عشان نقدر ننبسط. بس المكان اللي أنا فيه أسعار متفاوتة، وممكن توصل لحد كمان 250 و 300 ألف جنيه، ومساعد ممكن تبدأ برضو من أول 20 ألف جنيه على حسب هتقعد فين، شاملة الفطار والعشاء. جهزت هدومي زي ما انتم شايفين، خدت اللبس السيرمالز، الجواكت، الشرابات، جهزت الهاند وورمر، وجهزت جواز سفري وكفياتي، ويلا بينا. رحت على مطار القاهرة، وفي أول خطوة خدت طيارة وطلعت على تركيا. So excited. رايح فين؟ رايح لمكان خيالي. يلا بينا نشوف المكان مع بعض ونشوف هنروح فين خطوة بخطوة، وكل حاجة هنعملها مع بعض. وصلت تركيا وفي طريق إلى فنلندا. وأخيرا هاخد الطيارة التانية. يلا بينا نشوف هلسنكي وبعد كده نشوف هنروح فين. وأخيرا وعلى طول انتظار وصلت إلى هلسنكي، مطار جميل جدا ومطار رائع. ودي كانت آخرة اللي يتكلم في التليفون وما يركزش في طيارته، ينام والباب مفتوح هنا اهو، داخل سرسوب هوا ايه موت. طبعا فرحتي وانا رايح مطار ايفالو عامل زي العيال الصغيره، فرحان جدا. فين؟ عامل في القطب الشمالي، لبنان 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 لبنان. طبعا انا هنا في قمة السعادة. I did it I did it I did it I did it. الناس كلها بتجري، الناس كلها مبسوطة. واو. اول ما وصلت لقيت البنتين الجمال دول، واحده من اسبانيا واحده من فرنسا، اتعرفنا على بعض صاحبنا وقضينا يومين في القطب الشمالي. اول ما وصلت الفندق ظبطوا لي كل حاجه عشان اظبط التشيك ان، وخدت الكيلو بتاعي مفتاح الكيلو ورحت عشان ادخل اشوف الجمال اللي هشوفه كله. طبعا زي ما شايفين تلج ابيض ابيض يا ولد. دخلت الكيلو يجلو زي ما انتم شايفين، لقيت شباشبي، لقيت زي ما انتم شايفين ممكن ياخد لحد 8 افراد، سرير كبير ياخد 2 و3، وفي كل مكان، وفي سراير بره عشان ننام في الجلاس ايجلو عشان نشوف الاورورا بالليل. طبعا ممتع المكان اللي انا فيه. طبعا انا بدات البس عشان ابدا اروح اعمل الاكتيفيتيز واشوف واصور، اشوف الرينديرز واشوف سانتا كلوز، واروح العب مع الهاسكي. طبعا تجربه مميزه جدا ان انا اعيش في اللون الابيض ده كله، يفتح النفس. انبسطت قوي. مكان انصح اي حد ان هو ممكن يروحه، هو هاني مونرز. طبعا اول ما بنروح بنشوف سانتا كلوز، بنروح ندخل نلعب، نسلم عليه وناخد هدايا. بعد كده بنروح نلعب مع الرينديرز وناكلها زي ما انتم شايفين. طبعا ده من اهم الانشطه اللي بتتعمل، واصلا يعني انت رايح عشان تستجم بمعنى الكلمه. طبعا ان احنا نعيش مع الحيوانات الجميله دي كلها، طبعا ان هي تقعد اكلها ونقعد مع بعض، طبعا بتحس ان انت في عالم منعزل تماما. بحس ان انا فعلا انا ديسكونكتد من كل حاجه. كنت مبسوط جدا، وان شاء الله تجربه تتكرر تاني واعمل جروب ليها، وان شاء الله تبقى مكان كويس. ده بالنسبه لي. كمان رحنا في نهايه الرحله عملنا برضو، قعدنا في كوخ وقعدنا نشرب، نعيش في الغابه، وقعدنا نشرب شويه حاجات دافيه وهوت شوكليت. وتاني يوم رحنا خدنا الهاسكي وعملنا سفاري مع الهاسكي. كانت التجربة دي اللي فريدة جدا من نوعها، واتمنى ان هي تتكرر تاني. هعمل اسعار مميزة جدا 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 ان شاء الله قريب جدا، وهعمل جروب قريب ونطلع نشوف القطب الشمالي في لابلاند الفنلندية. وطبعا لابلاند موجودة في أماكن كتير جدا، لابلاند السويدية ولابلاند أعتقد في النرويج كمان. فهنسافر إن شاء الله وننبسط ونشوف الأماكن الجميلة دي كلها مع بعض. لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وانتظر لايكاتكم والشير، اعملوا منشن لاصحابكم، وشوفوا مين اللي عايزين يشير معاكم التجربة الجميلة دي ورحلة من القطب الشمالي معايا.